وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا، وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم، ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي آجال حياتكم المقدرة عند الله، ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة، ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والله هو الغالب على عباده المذلل لهم، العالي عليهم من كل وجه، الذي خضع له كل شيء، فوق عباده فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم حتى ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه، وهم لا يقصرون فيما أمروا به. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم، الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم، وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر، تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلن، لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل لهم أيها الرسول: الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء، فأي ظلم فوق ما تقومون به. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل لهم أيها الرسول: الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان، أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف، أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا. تأمل أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لعلهم يفهمون أن ما جئت به حق وأن ما عندهم باطل. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم
بوكيل. وكذب بهذا القرآن قومك، وهو الحق الذي لا مرية في أنه من عند الله. قل لهم أيها الرسول: لست موكلا بالرقابة عليكم، فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء، فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا. وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت، فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة. وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات، ليس لها من دون الله حليف تستنصر به ولا شافع يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة. وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها. أولئك الذين أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي، لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أنعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا، ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له، فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيلا، وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق.
وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه. قل لهم أيها الرسول: إن هدى الله هو الهدى الحق، وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده، فهو رب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وأمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، وأمرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول الله للشيء كن فيكون، حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون، قوله الصدق الذي سيقع لا محالة. وله سبحانه وتعالى وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، عالم ما غاب وعالم ما شوهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها.